بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد المكتبة الرقمية لتوجيه التربية الرياضية بالإسماعيلية أنها ترحب بالأستاذ وحيد فايز مدير مدرسة النصرية، حاليا مدرسة الشهيد محمد إتربي مصطفى، ومعانا الكابتن محمود رشيد مدرس أول تربية رياضية بالمدرسة. وبنبدأ بالأستاذ وحيد على المناسبة الجميلة النهاردة المدرسة في عرس. ربنا يخليكم، كل سنه وانتم طيبين. واحنا النهارده فعلا يوم غير عادي بالنسبه لي، والنهارده ختام البطوله بتاعت كره القدم على مستوى الاسماعيليه، وده بالتنسيق مع توجيه التربيه الرياضيه مع مجلس الامناء بالاسماعيليه. تمام. فريق المدرسه يا استاذ محمود قعدتوا عملت له اعداد كويس هو في مدرسه غير مشارك بالبطوله لانه اللي كسبوا الشهداء والخلفاء مدرسه الشهداء الانديه وصلوا النهائي الانديه الشهداء. يعني انت مدرسه مدرسه مستضيفه يعني. انا مستضيفين بطوله بيبسي بس واجهه جميله جدا. انا كنا نتمنى الفريق المدرسه يشارك يعني شارك، بس هو اتهزم يعني السنه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله في فريق احسن شارك في نهائيات ان شاء الله. حضرتك بالنسبه الاعدادات بقى والملعب الجميل اللي في المدرسه ده كان طبعا بالتنسيق مع البروتوكول المعمول بين شركه بيبسي ووزاره التربيه والتعليم. اختاروا المدرسه من وسط مدارس الاسماعيليه عشان الموقع بتاعها. تمام. وان هي كان في لعيب عندنا اسمه بارم محمدي بيلعب في الاسماعيلي. تمام. كان طالع من المدرسه، وكل الامور دي اتخذت في الاعتبار، واختاروا مدرستنا اللي يعملوا فيها الملعب ده. تمام. يعني ده تكريم للمدرسه يعني. المدرسه ومنشاتها، وان هي مدرسه في وسط منطقه شعبيه وسكنيه. تمام. فحبوا ان الملعب يبقى في المكان ده. طيب تحب تقول لنا كلمه اخيره بمناسبه المهرجان ده؟ بحب اقول ان انتم شرفتونا، وانا ابن من ابناء التربيه الرياضيه قبل ما ابقى مدير مدرسه. يا اهلا وسهلا. انا ابن من ابناء التربيه الرياضيه، ودي من اول اهتماماتي اول ما جيت المدرسه. يا اهلا وسهلا. وانا بشكر التربيه الرياضيه وبحيي حضرتك. يا اهلا. شكرا.